السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. طبعا أعتذر على الإطالة، يعني صار لي فترة ما منزل فيديو بسبب مشاقل وظروف. والله يعني أعتذر منكم جدا، لكن إن شاء الله حبيت أشرح لكم اليوم طريقة حلوة وفعلت بها الباي بال. طبعا الباي بال فعلت أقصد به فعلت على التيك توك، يعني ربطت الباي بال بالتيك توك. فاكثر الناس تقول يعني بالعراق ما يربط التيك توك بالباي بال، اكثر الناس تحكي هيك. بس انا والله فعلته وربطته على التيك توك، وراح اشوفكم اياه قدام عيونكم مربوط على الباي بال. طبعا نروح على شو اسمه، ننزل على الملف الشخصي ونضغط على ثلاثة خطوط الفوق، ماشي. نضغط ثلاث خطوط، بعدين نروح اعدادات الخصوصية. ورا ما رحنا اعدادات الخصوصية نطب على رصيدي. طبينا على الرصيد ايرادات الهدايا. شوف انا بس اللي اشوفكم حتى اقول لكم ربطت سحب. طبعا بعد ما راسلت الشركة وتعبت شوية عليه ربطوا لي اياه. شوفوا قدام عيونكم، شفتوا هذا البيبال فوق؟ شوفوا طريقة الدفع بيبال، وهذا الايميل مالي مخفي قسم من عنده. هذا الربط بيبال. طبعا بالعراق ما يصير، لكن انا شخصيا ربطته. ما اعرف شنو السبب اللي ربطوا لي اياه، لكن اقول لكم خلي اقول لكم على السبب اللي ربطوا لي اياه. شلون ربط عندي حساب البيبال؟ طبعا اني كنت اسحب قديم، راح اخليكم الرابط مال الفيديو اللي كنت اسحب عليه قديم. فيديو عن اخلي لكم اياه بالرابط. اقول لكم شلون كنت اسحب من البيبال، من التيك توك على البيبال، اسحب طبيعي. لكن بعد فتره توقف. راسلت الشركه وقلت لهم مشكلتنا احنا بالعراق هيك وهيك، واحنا ليش ما خلونا وسيله دفع ومن هالامور هاي. بعدين ورا فتره جيت للتيك توك تا اسحب، ادحق ان البيبال مربوط. والله العظيم هيك، يعني بعد مراسلات وهاي لقيت البيبال مربوط طبيعي بشكل هم اوتوماتيكيا ربطوه. لكن انت شوف الفيديو اللي راح اخلي لك اياه بالرابط بالوصف، واسحب على مثل ما سحبت انا بيه. اسحب مره مرتين ثلاثه حتى اذا توقف، بعدين راسلهم وقول لهم انا اريد اربط البيبال وهكذا امور، وان شاء الله يربط وياكم البيبال. حبيت احكي لكم هاي المعلومه، وان شاء الله تفيدكم. جزاكم الله خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.